بيبدأ الانمي بإننا بنشوف شخص كده بيهرب والشرطة بتطارده، والشخص ده اسمه ميلو وبيكون معاه صديقته اللي اسمها انجي، وانجي بقى بتكون خايفة لأن الشرطة بتبدأ تضرب عليهم نار، فميلو بيعرف إن الوضع المرة دي خطير، وأول بقى لما بيدخلوا النفق بيدي الانجي بقى شنطة قنابل علشان ترميها على الشرطة، وبالفعل ده اللي بيحصل، وانجي بترمي عليهم القنابل وبيقدروا يعني يعطلوا عربيات الشرطة، وخلاص بيخرجوا من النفق، لكن للأسف في دبابة كده بتظهر قدامهم علشان تقبض عليهم. السؤال هنا بقى، ميلو وانجي بيهربوا ليه؟ وليه الشرطة أصلا بتطاردهم لدرجة إنهم يستخدموا دبابة؟ علشان نعرف ونفهم كل حاجة لازم نرجع بالزمن شوية ساعات لورا. بنشوف ميلو قاعد مع واحد صاحبه كده اسمه تشاو، وفجأة وهما بيتكلموا بيسمعوا صوت صراخ، فبيبصوا وبيلاقوا إن في مصاص دماء في المدينة، وبيهجم على بنت كده وبيمص دمها. وعلى فكرة مصاصين الدم عايشين مع البشر عادي، بس طبعا بيتعرضوا للتنمر وغيره، وبيتم تمييزهم يعني عن طريق السلسلة اللي بتكون في رقبتهم. المهم مصاص الدم بعد لما بيقتل البنت بيفضل يصرخ لحد ما الشرطة بتوصل وبتقتله برصاصة، فميلو بقى بيستغرب ان الشرطة وصلت بسرعة يعني، فانجي بقى بتيجي وبتوضح له علشان بس هنا الدنيا لبش شوية والشرطة منتشرة في كل مكان، فهم جم بسرعة. بعد كده بيتحركوا الكل علشان عملية السطو بتاعتهم، وبيطلعوا بقى يهجموا على بنك. هناك بقى تشاو بيحاول يعرف باسورد الخزنة من مدير البنك، لكن المدير بيترعب وبيحلف له ان الباسورد بيكون مع المدير الرئيسي وهو ما يعرفوش. فميلو بقى بيسمعه وبيقول لتشاو صح هو عنده حق، المقر الرئيسي بيسلمهم باسورد عشوائي كل مرة، لكن عادي مفيش مشكلة لأن الخادم اللي هنا ما جالوش تحديث من 6 شهور، ولو حدثناه دلوقتي ورجعنا الإعدادات لوضعها الطبيعي هنقدر نستخرج الباسورد. وعلى طول ميلو بقى بيبدأ ينفذ فكرته دي وبيحل الشفرة وبيعرف مكان الباسورد، وبالتالي بقى الخزنة بتتفتح وبيدخل إنجي وميلو ينظفوا أمها وبياخدوا كل الفلوس والورق المهم اللي فيها، وبيطلعوا بقى يجروا بعدها من البنك بحيث يهربوا. وقتها كل حاجة بتكون تمام لحد ما فجأة في شوية فلوس كده بيقعوا من الشنطة، فتشاو بقى بيقف وبيخلع النضارة اللي مغطية ملامحه علشان يعرف يلم الفلوس. في الوقت ده بقى طفل كان في الحمام وبيخرج فجأة وبيشوف وش تشاو، فتشاو بقى بيترعب قوي لأن الطفل عرف شكله، فبيتجنن بقى وبيرفع السلاح بتاعه على الطفل علشان يعني يموته لأنه مش عاوز يتعرف. الكلام ده بقى مش بيعجب ولا ميلو ولا إنجي، فإنجي بقى بتروح تقف قدام الطفل علشان تشاو يعني ما يقتلوش، وبتقول له احنا اتفقنا ناخد الفلوس ونهرب وما نأذيش حد، لكن تشاو بقى كان مصمم ولسه هيضرب. ميلو جه فجأة وزقه بعيد. في الوقت ده بقى في طلقة اتضربت بالغلط وكانت هتيجي في إنجي، واللي حصل ده خلى الطفل يخاف ويقعد يعيط. فإنجي بقى لما شافته بيعيط افتكرت حاجة ليها علاقة بالماضي بتاعها فزعلت بقى، وبسبب الزعل ده السلسلة اللي في رقبتها بتشتغل، وبالتالي الشرطة بتقدر تحدد مكانها، بتحدد إن في مصاص دم في البنك. ما أنا نسيت أقول لك إن ميلو وإنجي وتشاو ومعاهم تشين كلهم مصاصين دم. المهم حاليا بيخرجوا كلهم من البنك علشان يركبوا العربية ويهربوا، فساعتها بقى تشاو بيرفع السلاح على إنجي وبيقول لهم يعني إنها مش هتنفع تركب معانا بسبب السلسلة المتفعلة في رقبتها، لأن كده الشرطة هتعرف مكاننا بسهولة. لكن الكلام ده مش بيعجب ميلو وبياخدها معاه في العربية وبيهربوا هما الاتنين وبس، وبيفضلوا يهربوا بقى لحد ما بيحصل اللي حصل في أول الفيديو، والدبابة بقى بتظهر قدامهم وبيتم القبض عليهم. ومش هما لوحدهم، تشاو برضه بيتقبض عليه، والأخبار دي بقى بتنتشر جدا، وبنسمع المذيعة بتقول إن تم القبض على مصاصين الدم اللي حاولوا يسرقوا البنك. ومصاصين الدم دول عبارة عن شوية أطفال اتربوا في دار أيتام، ومن ضمنهم شخص هجين نص إنسان ونص مصاص دم. الكلام هنا بقى بيكون على ميلو اللي حاليا بيتم التحقيق معاه، وبنعرف من المحقق إن ميلو بقى يبقى ابن مدير وكالة بيست، وبنعرف كمان إن ميلو مش بيطيق أبوه، وهنعرف قدام ليه. لكن دلوقتي المحقق بيسأل ميلو ليه قرروا يعملوا سطوة على البنك، لأننا عارفين كويس أوي إنكم مش عاوزين فلوس، فليه بقى عملتوا كده؟ طبعا ميلو بقى بيستعبط ومش بيرضى يقول له عن السبب، وكمان بيعرفوا إنه لسه قاصر وعلى حسب القانون يقدر يخرج بكفالة، وبيعترف إنه فعلا سرق البنك. الكلام ده بيخلي المحقق يتجنن وبيقوم يمسك في ميلو وبيشتمه وبيصدمه بقى وبيقول له انت مش حاسس بالذنب على ال 15 شخص اللي ماتوا؟ فطبعا ميلو بيتصدم ومش بيعرف يرد لان زي ما شفنا هو ما قتلش اي حد. في العموم بقى بعد ايام وتحديدا في يوم محاكمة الرباعي بنلاقي كل الحضور غضبانين وبيطلبوا بقى باعدام الرباعي بسبب يعني اللي عملوه ال 15 ضحية. وميلو بيفضل يفكر ويحلل لانه عاوز يعرف مين اللي قتل الاشخاص دول، لان انجي كانت معاه طول الوقت وتشين كان بيراقب من بره، وتشاو اصلا غبي ما يعرفش يعمل كده. فالسؤال هنا مين اللي عمل كده وليه؟ المهم القاضي بيجي بيقول الحكم اللي بيكون عبارة عن اعدام، ومش محتاج اقول لك بقى ان ساعتها تشاو اترعب هو والباقي، فبس بعد محاكمة الرباعي بيستعدوا للاعدام. في الوقت ده بقى ميلو بيقابل ابوه اللي اسمه مي، فبيتضايق بقى لما بيشوفه بيقول له انت جاي هنا علشان تشمت فيا؟ فمي بقى بيسأله بيقول له انت ليه عملت كده؟ هو ممكن يكون علشان لقيت امك؟ ومش بيلحق يكمل وهوبا ميلو بينقض عليه وبيقول له ما تجيبش سيرتها على لسانك ومش عايز اشوف وشك تاني. فمي بقى بيمسكه من ايده وبيحرق فيها وهو بيقول
له انا عارف انا وانت ما بقناش اب وابنه. وطبعا ميلو بيفضل يصرخ من الالم لحد ما بيغمى عليه. بعد كده بيركبوا عربيه ترحيلات علشان يروحوا المكان اللي هيتنفذ فيه حكم الاعدام. وساعتها في ناس مجهوله كده بيطلعوا يضربوا نار على العربيه من كل مكان. وقبل بقى ما نعرف ايه اللي حصل لهم هنرجع بالزمن شويه كده. بس قبل ما نرجع شويه حابب بس افكرك يا صديقي بحاجه صغيره كده، وهي ان 99% من اللي بيتفرجوا مش مشتركين. ولو انت واحد منهم بقى دوس لايك واشترك علشان ده هيفرق جدا جدا. ويا ريت بقى تنزل في الكومنتات كده تحط قلب احمر او اخضر او اصفر او اي حاجه. وبس كده يا زعيم نرجع بقى. في الوقت ده بقى بنشوف مين مدير الوكاله عامل مؤتمر كده علشان يعلن عن نتيجه بحثه، وبيقول للناس ان النتيجه دي هتقلب العالم حرفيا، واسم البحث هو فتى السلام. وبيدخل ميلو بقى مع امه شيمون، وشيمون دي بقى قائده فريق البحث في الوكاله. وبتبدا شيمون بقى تقول للناس الموجوده ان ده ابنها اللي يعتبر اول حاله نص مصاص دماء ونص بشري في العالم اللي احنا فيه، لانه امه بشريه وابوه مصاص دماء. وامه دلوقتي بتطمن الناس وبتعرفهم انه كويس، وبتتمنى بقى يبقى هو فتى السلام الجديد اللي هيكون بين الجنسين، جنس البشر وجنس مصاصين الدماء. وبس كده يا سيدي فهمنا كل حاجه. هنرجع بقى للحاضر من تاني. ساعتها بقى بنشوف ميلو وهو لابس هدوم الترحيلات، وبيقوم بقى من النوم وبيلاقي نفسه في مكان غريب، وبيكون معاه اتنين كده وكل واحد فيهم معاه شنطه. فبيبدا بقى يفتح شنطته وبيلاقي فيها هدوم ومسدس، فبيستغرب جدا من كده. فبيروح علشان يشوف شنطه الشخص التاني. فالشخص ده بيصحى وبيمسك ميلو بيكتفه، لكن البنت بتقوم بعدها وبتسالهم بيعملوا ايه وهي لسه ما ماتتش اصلا. فالشخص ده بيسيب ميلو لانه بيعرف انهم المفروض يعني يتعدموا زيه، وده بيخليهم يعني يتعرفوا على بعض. وبنعرف بقى ان اسم البنت تشو حراميه مجوهرات، والولد التاني ده اسمه شين قاتل محترف. فجاه بقى الكل بيسمع صوت مزعج. بعد كده الباب بيتفتح وبنلاقي زعيم انهم في غرفه صغيره في مكان ضخم جدا، والمكان ده مليان غرف صغيره وفيها ناس زيهم بالظبط. فالمجمل بقى ميلو واللي معاه بيخرجوا زي الباقي. واول بقى لما بيخرجوا بيسمعوا صوت بنت كده بتقول اهلا بكل الموجودين. والصدمه الكبيره بقى ان البنت دي بتبقى انجي، وبتكمل كلامها وبتقول انتوا دلوقتي في السجن اللي اسمه اروي، السجن اللي ما فيهوش حراس ولا زنازين. وعندي خبر حلو ليكم، حكم الاعدام بتاعكم اتلغى، لكن بقى هتقضوا عمركم كله هنا في السجن ده. طبعا ميلو بيتجنن لما بيشوف انجي دي وبيحاول يروح لها، بس انجي الحقيقيه بتظهر وراه، وبتعرفوا انها انجي الحقيقيه، وبتطلب منه يعني يهدى دلوقتي لحد ما يفهموا كل حاجه. لما السجناء بقى يا زعيم سمعوا كلمه انهم هيفضلوا هنا طول عمرهم يتجننوا طبعا. ومش كده وبس، في واحد منهم اتهجم عليها، لكن تشين بيتدخل وبيضرب السجين ده لانه كان فاكر ان انجي دي صديقته. بعدها السجين بيقوم بقى وبيزعل تشين. في الاثناء دي ميلو بيلاحظ ان السلاسل اللي في رقبه السجين وشين بدات تنور، فبسرعه بقى بيزعل تشين وبيقول له اوعى تضرب السجين ده. فالسجين التاني بقى بيسمعه، فبيروح يرفع السلاح بتاعه عليه وبيكون عاوز يهجم عليه برضه، لكن تشاو بقى بيظهر هو التاني وبيرفع بعدها سلاحه على السجين ده وبيدافع عن ميلو، وبيكون متعصب قوي قوي وبيسال ميلو ايه اللي حصل بالظبط هنا وهم هنا ليه اصلا. في نفس اللحظه دي تشين كان بيتعجن ضرب من السجين، وفجاه في عداد بيبدا يشتغل في السلسله اللي في رقبه السجين ده. 1 2 3 4 0. راسه بتنفجر بقى وسط صدمه من كل الموجودين من المنظر ده. وانجي بقى المزيفه بتعرفهم ان السلسله دي اتعملت مخصوص علشان ما يقتلوش بعض، ولو اي حد حاول يقتل حد او يخلعها هتنفجر تلقائيا. وفجاه تاني وبدون اي مقدمات كده بيظهر وحش عملاق وبيهجم على السجناء وبيقتل فيهم بسهوله. فالواد ميلو بقى بياخد انجي وبيهربوا المكان بسرعه، لكن المشكله وهم بيهربوا في وحوش كده صغيره بتطلع تهجم عليهم، فبيرجعوا بقى يهربوا المكان تاني. وهناك بقى بيقابلوا تشو وبتطلب منهم يعني ياخدوها معاهم، وكل حاجه بقى بتكون عالي العال. ولسه بقى يهربوا في وحش بيظهر من العدم وبينقض يعني على ميلو. والغريب ان ساعتها ميلو ضربات قلبه بتبدا تزيد، وقبل ما الوحش بيوصل له بالله المكان كله اتكسر وميلو طار بعيد. واللي حصل ده شين شافه واتصدم لانه عرف ان ميلو متلاعب بالدم. في الاثناء دي حرفيا ساحه المكان كانت مليانه جثث في كل مكان وصراخ من مساجين. واللي بيحصل ده بقى سبب نوبه هلع لتشاو، وما فاقش منها غير لما شاف سجين جنبه بيقتل نفسه من الرعب، فطبعا يعني هرب هو كمان. عامه بقى بنرجع تاني لميلو واللي بيكون مستغرب ومش فاهم ايه اللي بيحصل هنا. وشين بعد كده بيخلص على الوحش بالسيف بتاعه بكل سهوله، وبيطلب بعدها منهم يعني يهربوا هم حاليا، فبيعملوا كده فعلا. وبنشوف انجي وتشو بيهربوا مع بعض لحد ما في وحش كده بيظهر قدامهم فجاه. على الناحيه التانيه كان في واحد من السجناء بيولع ديناميت علشان يكسر الباب ويهربوا، فاول لما بيولعوا في وحش بينقض عليه وبيقتله، فالديناميت بيقع منه وبيجي لحد رجل تشين. فتشين من غير تفكير بياخد الديناميت ده وبيجري وبيحدفه على الباب، وبوم الباب بيتدمر. وبسبب الانفجار ده الوحش بقى اللي كان قدام انجي وتشو السقف بيقع بقى عليه وبيحشره. بعد كده ميلو بيجي وينقذ انجي وبيشيلها يعني علشان يهربوا، لكن انجي بتقول له لازم ننقذ يعني البنت دي. فميلو بقى بيطلب منها يعني تخرج المسدس اللي في شنطته وتضرب على الوحش، وبالفعل بتعمل
كده وبتفضل تضرب رصاص كده على الوحش لكنه مش بيتأثر، فبتشغل بقى دماغها وبتوقع عليه رفعة السقف وبيقدروا يعني ينقذوا تشو، وبعدها بيقربوا من فتحة التهوية. بعد كده بيدخلوا غرفة كده مهجورة شويتين 3. ساعتها بقى ميلو بيقول للبنات انه هيروح يدور على اي اسلحة واكل ياكلوه، وفعلا بيمشي وبيبدأ يدور في الغرفة دي وبيلاقي حاجات غريبة. بيلاقي يعني خريطة متعلقة على الحيطة وصورة بتكون ليه هو وامه وابوه، بس بقى مش ده اللي بيلفت انتباهه. اللي بيلفت انتباهه فعلا ان مكتوب على الخريطة سجن اروي، وانه المفروض يعني يكتمل لسه بعد 2 سنين. فبيستغرب جدا لان المبنى شكله قديم وتم استعماله، يبقى ازاي يعني بعد 2 سنين؟ فميلو بقى بيرجع يفتكر اسم المكان اللي هو اروي ده، وساعتها بقى بيفتكر نفسه زمان لما كان في المدرسة بتاعته، وبيكون بيضحك وبيهزر مع اعز اصحابه اللي اسمه وانج. في اللحظة دي بقى عربيات الوكالة بتيجي المدرسة، والمدرس يعني بيدخلهم الفصل وهو متوتر، وبيطلب بعدها من كل الطلاب يخرجوا يعني من المدرسة بسرعة لان في مصاص دم بيهجم على المدرسة. فبالتالي الكل بيخافوا وبيطلعوا علشان يهربوا، والكل بقى ساعتها بيهرب من غير مشاكل، لحد ما ميلو بقى بيجي يهرب هو كمان. بيتصدم بقى لان المدرس بيمنعه وبيقول له خليك انت هنا لان دي اوامر ابوك، وبيسيب بقى ميلو لوحده في الفصل. بعد لحظات كده مصاص الدم ده كان وصل خلاص للطلاب والمدرس، فالمدرس بقى ساعتها هو وباقي الطلاب قالوا للمصاص الدم ده على اوضه ميلو علشان يعني يضحي بيه ويسيبهم يهربوا. وفعلا بقى سابهم ودخل لميلو الفصل، بس ما قتلهوش، لا اخده وطلع بيه فوق السطح علشان يعني ياخد ميلو كوسيله ضغط على ابوه مي. في الوقت ده بقى مي بعت طياره درون علشان يعني يتواصل مع مصاص الدم ده، وقال له انت عاوز ايه بقى؟ فمصاص الدم قال له انا اسمي رود وعاوز اعمل صفقه معاك وانت عارف شروطي. وبدا بقى يهدد مي بانه هيرمي ميلو من فوق السطح ويقتله، لكن الصدمه ان مي الحقير بيقول له ارميه عادي، انا مش هقدر اعمل معاك صفقه. وبيطلب بقى من القوات بتاعته يستعدوا للهجوم. رود بقى بيستغرب بيقول لميلو انت تعرضت للخيانه من مدرسك ومن اعز اصحابك، ودلوقتي من ابوك، مهما فعلت وعملت دي هي المعامله اللي مصاصين الدم بياخدوها. وبعدها بيرمي ميلو، واثناء ما ميلو بقى بيقع قوته بتتفعل من تاني وبتنقذه. فبس بقى بنعرف ليه ميلو بيكره ابوه قوي كده، وبالتالي هنرجع للحاضر تاني. في الوقت ده بقى في الساحه بنشوف كل السجناء فرحانين وبيجروا يعني ناحيه الباب، بس فرحتهم دي بتتحول لكابوس لانهم بيلاقوا نهايه مسدوده ومفيش اي طريق للخروج. وغير كده بقى رعبهم بيزيد لان الوحوش بتقتل فيهم واحد ورا التاني. لكن في شويه سجناء كده منهم بيتحمسوا شويه لان الشويه دول عندهم قدرات خاصه، لانهم يعني بيقدروا يتلعبوا بالدم وبيقدروا يعني يعملوا جدار كده من الغرفه اللي كانوا فيها علشان يحموا نفسهم من الوحوش. على الجانب الاخر بره السجن خالص بنشوف كده محقق بيبص على صور المجرمين اللي كانوا المفروض يعني يتعدموا، وبيقول ساعتها ازاي كلهم ماتوا في اقل من شهر فجاه كده، في حاجه غريبه بتحصل. وبيقرر بقى يحقق في الحوار ده لانه شاكك ان الحوار ليه علاقه بالوكاله. في نفس الوقت ده في السجن بنشوف بقى ميلو واللي معاه لبس وهدوم كده ورجعوا يتحركوا من تاني، وبيلاحظوا وهم ماشيين ان المكان مهجور يعني وقديم، وبيستغربوا جدا من كده، وبيستغربوا اكتر لما بياخدوا بالهم انهم يعني في الدور الرابع لان هم المفروض مشيوا يعني مسافه صغيره في فتحه التهويه. فميلو بقى بيقول لهم احتمال نكون وقعنا يعني في تقطع للزمكان لان ده التفسير المنطقي الوحيد. فانجي بتقول له يعني ايه قصدك اننا يعني في عالم تاني؟ فبيقول لها ايوه. وبعدها بيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا لمدخل كده فيه اثار لمخالب وحش. فميلو بقى بيطلب منهم يهدوا شويه. بعد كده تشو بتقول له انت ما تعرفش يعني تستخدم قوتك الخاصه وتخرجنا من هنا؟ فبيوضح لها ان قدرته بتخليه يعمل نقطه جاذبيه علشان ينط فيها، بس المشكله ان في حدود يعني للوزن، بمعنى يعني انه لو عمل نقطه بعيده او شال وزن زياده هيحس انه بيقع من المبنى وهيتكسر لحتت، وقوته يا دوبك بتشتغل في محيط 10 متر بس. وفجاه بقى وهو بيكلمهم كده في وحش بيظهر وراهم، فميلو بقى بيشدهم بسرعه وبيطلب منهم يهربوا بسرعه، وبيجري هو بقى على الوحش ده وبيفضل يهجم عليه. وبعدها بقى بينط من حته للتانيه بسرعه كبيره قوي وبيرشق حته حديده كده في راس الوحش ده. اما على الناحيه التانيه بقى انجي وتشو كانوا بيهربوا لسه لحد ما في وحش كده بيظهر قدامهم، فانجي على طول بتخرج المسدس بتاعها وبترفعه عليه، وبتطلب بقى من تشو تفتح الباب. فتشو بقى بتفتح الباب وبتزق انجي بعيد وبتقفل الباب على نفسها وبتهرب لوحدها. وبسبب اللي عملته ده الوحش بيهجم على انجي وبيعورها، فميلو بياخد باله وبيفضل يستدرج الوحش اللي هو بيقاتله ده لحد ما بيلبس الوحشين في بعض. وبعدها بسرعه بيروح يطمن على انجي وبيتصدم لانه بيلاقي الجرح بتاعها عميق ولازم يتعالج. والمشكله الاكبر بقى ان الوحوش قامت وبتجهز نفسها علشان تهجم عليهم. اما تشو بقى ففضلت تهرب لحد ما وصلت لطريق مسدود، فقررت ترجع لميلو من تاني. واول لما راحت له لقيته يعني شايل انجي وبيجري بيها من الوحشين، فطلبت منه يعني يروح لها بسرعه ومدت ايديها ليه، لكن ميلو سابها بقى وجري. فوحش كمل جري وراه، ووحش تاني وقف لتشو علشان يخلص عليها. المهم ان الوحش اللي جري ورا ميلو فضل وراهم لحد ما ميلو غرس حته حديده كده في الارض، وبعدها الحديده دي غرزت في قلب الوحش. لكن بعدها ميلو بيلاقي الوحش طاير عليه فبيغبى عليه. على الناحيه التانيه بقى في ساحه السجناء كانوا لسه بيعافروا وبيحاولوا على قد ما يقدروا يعني يمنعوا ان الوحوش يعني تدخل لهم، لكن اليأس بيبدا يظهر على واحد منهم وبيكون شايف انها مساله وقت
والوحوش كلها تدخل وتقتلهم كلهم. علشان كده بقى بيخرج قنبله من جيبه وبيقول لهم انا هفجر نفسي وهموت. فالسجناء لما بيشوفوه هيعمل كده بيترعبوا وعلى طول بينطوا عليه علشان ياخدوا منه قنبله، لانهم يعني مش عاوزين يموتوا، وبيقعدوا بقى يشدوا قنبله منه. لكن فجاه بقى تشاو بيضرب عليه نار وبيقتله، وبعدها بيقعد يعيط علشان اضطر يعني يقتل شخص. فتشين بقى بيروح وبيتكلم معاه وبيحاول يواسيه شويه، لكن تشاو بقى بيكون منهار بالعياط، والعياط ده بيخلي تشين يعني يفتكر لما كان صغير والاطفال كانوا بيتلموا عليه وبيضربوه، وساعتها بقى تشاو جه يدافع عنه وضرب واحد منهم. بس للاسف الكتره بتغلب الشجاعه وبيتضربوا هما الاتنين، وعلشان هما كانوا نصاصين دم واتربوا في دار ايتام الكل يعني كانوا بيتنمروا عليهم. فتشاو كان دايما يعني بيعيط قدام تشين زي ما بيعيط دلوقتي. علشان كده بقى تشين طلب منه يهدى وطمنه وقال له انا وانت هنخرج من هنا ما تقلقش، وبيروح بعدها للشخص اللي سدد الباب بقوته وبيطلب منه بقى يفتح له الباب علشان يخرج، وبيقول له كمان انا هفجر الجنب التاني بالقنبله دي لما اخرج. طبعا الكل هنا بقى بيقولوا عليه مجنون علشان عاوز يخرج للوحوش برجله، وبيفضلوا بقى يضحكوا عليه. لكن بقى تشين مش بيهتم بيهم وبيبدا يتسلق السد ده. بس هو طالع كده في غرفه من الغرف بتقع، وكانت يعني هتقع عليهم لكن بتيجي سليمه، وتشين بيكمل لحد ما بيطلع، وساعتها بيلاقي راس انجي المزيفه، فبيعرف انها روبوت يعني فمش بيهتم وبيمشي. لكن عين انجي المزيفه دي بتنور، واول بقى لما تشين بيدخل من حته ضيقه كده المكان كله بيبدا يتهز بيه. ومش كده وبس، لا ده المدخل بيبدا يضيق عليه كمان وخلاص مش هيقدر يطلع. بس في سجين تاني بينقذه وبيشده بسرعه، والسجين ده بيكون لسه صاحي من النوم اصلا، وبيعرف تشين بكل ده، وبيمسك بعدها تشين وبيلزقه في الحيطه وبيقول له قول لي فين مي في الوقت ده كان رايح لاجتماع مسؤولين الوكاله، وبيعرف منهم ان انجي المزيفه بعتت اشاره من السجن على ان الياقوت الازرق اتفعل، وبيتخانقوا معاه وبيقولوا له انت ليه اديت الياقوت الازرق لابنك؟ انت مش عارف اهميه الياقوت الازرق؟ ده على فكره مش شيء يقدر الشخص يستحمله لوحده، والرئيس بيطلب منه يشرح هو ليه عمل كده. فمي بقى بيعرفه مفيش اسباب معينه، لان ميلو هو المرشح الاول وانا اخدت كل الاحتياطات اللازمه. فساعتها بقى الرئيس بيطمن وبيقول له هنسامحك المره دي، وبعدها بينهي الاجتماع وبيقول لمي قبل ما يمشي ما تنساش مكانك يا مي. فمي بيخرج بقى من القاعه وبيكلم القوات بتاعته لانه كان مجهزهم علشان لو حصل اي غدر كده ولا كده، وبيطلب منهم بقى ينسحبوا. المهم بقى في السجن في الوقت ده بقى تشين كان عرف السجين اللي ماسكه كل حاجه، فالسجين سابه وقعد يضحك وعجبه الحوار بتاع النجاة ده. وسط كلامهم في وحش بيدخل عليهم، فالسجين ده بقى بيدي الوحش بوكس واحد ويخلص عليه بكل سهوله. فتشين بيتصدم من قوه الشخص ده اللي ببوكس واحد بس وقع كل الغرف وفتح السد للسجناء. وحاليا بقى بيكون واقف لوحده قدام كل الوحوش وعمال يقتل فيهم وهو بيضحك زي المجنون، والسجناء بيكونوا مصدومين جدا من المنظر ده. فالشخص اللي كان عامل الحاجز قال لهم ده واحد من المستبعدين، وده المستبعد اللي اسمه ياو اللي الحكومة صنفته مجرم من الصنف اس لانه عامل زي الشيطان كده، ويعتبر من اقوى مصاصين الدم، والوحوش دي ما عندهاش اي فرصة قدامه. وبالفعل حاليا بقى عمنا ياو بيخلص على اخر وحش بالقنبلة وبيكمل طريقه وسط فرحة من كل السجناء. على الناحية التانية ميلو كان فاق بقى وراح بسرعة يطمن على انجي، وشاف نبضها لقاه ضعيف جدا، ده غير كمان الجرح اللي في جنبها ده بقى عميق جدا ولازم يتعقم. فعلى طول جاب بارود كده من رصاصة وحطه في الجرح وحاول يولعه، لكن في الأثناء دي بيسمع صوت الوحش قايم وجاي عليه، فبيقوم بسرعة وبيرفع المسدس عليه، بس بيلاقي ان الوحش بيتلاشى في الهواء فبيستغرب جدا، وبعدها بيقوم يكسر في الحيطة علشان يخرجوا من هنا. وأثناء ما بيعمل كده بيفضل يعيط ويفتكر حاجات حصلت ليه وهو بيعيط كده، بيقول معقولة دي تكون النهاية؟ وفي اللحظة دي بقى الياقوت الأزرق اللي في إيده بيبدأ ينور، فميلو بيفتكر إن ده نفس المكان اللي أبوه مسكه منه، وبيقول أكيد الوغد ده عمل حاجة فيا، وبيمسك الياقوت بإيده بقى، وبعدها في حاجات بتخرج منه وبتظهر نافذة نظام لميلو وبتقول له قول أمرك لو سمحت. فميلو بيقول له ابحث عن مصاصين الدم، فالنظام بيجيب له حرفيا كل المعلومات اللي اتجمعت عن مصاصين الدم وكمان الحوادث اللي هم عملوها. والحوار ده بقى بيبدأ يعجب ميلو جدا، فعلى طول بيسأل بقى النظام لو انه يقدر ينقل دم المصاص دم تاني، فالنظام بيعرفه ان دم نص مصاص الدم زي دم البشر بالظبط، فبيفرح بقى لانه بكده هيقدر ينقل الدم لانجي وينقذها. بعد كده بيسأل النظام عن مبنى اوري ده، فعلى طول النظام بينفذ الامر وبيجيب له معلومات كتير جدا، والمهم انه بيعرفوا ان اوري موجودة في منطقة البحث العلمي، ونجحوا كمان في تطوير عقار لبابي من 43 سنة، والعقار ده بيعالج الأرق. لكن بعد سنتين ظهرت
ظهرت آثار جانبية للعقار ده، وكل الناس اللي أخدوه اتحولوا لمصاصين دم. فساعتها بقى الحكومة قفلت منطقة البحث العلمي دي بمصاصين الدم اللي فيها علشان تحجزهم هناك، لكن الخطة اتحولت من حجر لإبادة، وده خلى في حرب أهلية تحصل بين مصاصين الدم والبشر. والحرب دي بقى انتهت بإن البشر رموا قنابل كده ودمروا المنطقة كلها، والمنطقة دي اللي هي أروي حاليا. فميلو بقى بيكون مش مصدق اللي حصل ده، وعلى طول بيخرج من النظام وبيروح بسرعة لإنجي وبيبدأ ينيل لها الدم من إيده لبقها، وفجأة عيونها بتتغير وبتقوم تهجم عليه وبتمص في دمه. ومن هنا ميلو بقى بيبدأ يفتكر كلام النظام لما قال له ممكن يعني يحصل حالة هيجان كده للشخص اللي بيتنقل له دم. وعلى طول ميلو بقى بعدها بيغمى عليه. بعد شوية في بنت غريبة كده شكلها مش واضح بتيجي وبتلمس خده. على الناحية التانية بقى في الساحة بنلاقي شين بيهجم على ياو بالسيوف بتاعته، فياو أصلا بيطلع عارفه وبيقول له عدت مدة يا شين، بس شين بيتعصب عليه وبيفضل يهجم عليه بقى بالسيوف بتاعته، لكن ياو بيفضل يراوغ بكل سهولة. ومش كده وبس، ده بيبدأ يرمي على شين شوية من السجناء علشان يشتته، وبالفعل بينجح في ده وبيقدر ياخد سيف من بتوع شين، لكن شين بيكسر له السيف وبيقرب السكينة من رقبته، بس ياو بقى بيضربه وبيوقع له السيوف كلها، وبعدها بيروح يعضه بقى من رقبته، قال يعني بيمص دمه، لكن بيطلع بيضحك عليه في الآخر ومش بيعمل له أي حاجة، والحوار بيخلص على كده. بعدها الشخص بتاع الحجز بيعرفهم عن السلسلة اللي في رقبتهم، وبيقول لي ياو بقى ما تقلقش العداد عندك عالي، وبيعرفوا انه من الفانز بتوعه، كمان بيشكره وبيفضل يطبل له، وبيعرفوا برضه ان القنابل بتتفاعل لما حد بيحاول يقتل حد. فالصدمة هنا بقى ان ياو بيديله بوكس واحد وبيطيره بعيد، والعداد بتاعه بيزيد وسط صدمة من الكل. هنسيبنا بقى من الصدمة دي حاليا وهنرجع لميلو، وبنعرف بقى ان البنت الغريبة دي تبقى امه، وبتقول له هفضل احبك لحد ما تبقى اقوى، وبتختفي بعدها. ولما ميلو بقى بيفوق بيلاقي انجي كويسة، وكمان بيلاقي في فتحة كبيرة كده في الحيطة علشان يهربوا منها، فطبعا بيشيلها على ظهره وبيخرج بيها بره. في الوقت ده بقى انجي كانت زعلانة علشان شربت دمه يعني، وسألته هو ليه بينقذها دايما، فقال لها فاكرة اول مرة تقابلنا فيها؟ انا اول لما شفتك قعدت اعيط علشان افتكرت امي، فانت جيتي بقى واديتيني الدمية بتاعتك علشان يعني اسكت، فمن ساعتها وانا حالف بالله ان هنقذك واحميكي دايما. وسط كلامهم ده بقى في تنين بيظهر فجأة وبيعدي من جنبهم، فميلو طبعا بيتصدم وبيقف، وانجي في الوقت ده كانت جابت اخرها وبتطلب منه بقى ينزلها، وقالت له كمل الطريق لوحدك وروح بقى انقذ تشاو وتشينو. مش كده وبس، لا ده قالت له انها بتحبه كمان. عموما بعد شويه بقى بيقوموا يكملوا طريقهم، وبيبدا ميلو بقى يعرفها ان امه مجرد انسانه عاديه، اما بقى ابوه مي هو مدير الوكاله ومصاص دماء، وانه يعني هجين واسمه فتى السلام، بس حصلت حادثه وامه اختفت وما بقاش في اي معلومات عنها، وابوه يعني ما كانش مهتم انه يدور عليها اصلا، فعلاقته بدات تبوظ مع ميلو. فميلو بقى قرر يدور على امه لحد ما في يوم لقى وثيقه تبرع باسم امه كانت لدار ايتام كده، وعلشان كده كان بيروح دار الايتام اللي كان فيها انجي وتشين وتشاو، وبيحس يعني يدوروا على امه. وبس كده يا زعيم فهمنا كل حاجه. حاليا بقى في دار الايتام بنشوف المحقق في الدار وبيتكلم مع رئيسة الدار وبيسأل عن ميلو وبيوريها صورته، بس المفاجأة انها بتعرفه انه ما كانش في الدار هنا، وبتقول له كمان جايز يكون جه يعني يلعب مع الاطفال اللي هنا، بس هو مش من هنا اصلا. وهو ماشي بياخد باله من الدمية اللي كانت مع ميلو وهو صغير، فالرئيسة بقى بتعرفه ان في ست اتبرعت بيها للدار، فعلى طول بيطلب منها يعني انها تجيب له معلومات عن الست دي، فبتمشي علشان تجهز المعلومات. اما بقى المحقق فبيفتح الدمية وعلى طول بيلاقي فيها جهاز تصنت. على الناحية التانية في الساحة بنشوف السجناء متجمعين وبيقدروا يفتحوا حتة من الباب يعني بالعافية، فياو بقى بيجي وبصباع واحد بيدمر الباب خالص، وبعدها بيقول لهم المفيد بس هو اللي هيقدر ينجو من هنا، اما اللي ملوش لازمة هيموت. فطبعا بيخافوا من كلامه ده، وتشاو بقى بيعلي صوته وبيقول انا هتبع ياو، وبقى السجناء بيقولوا زيه وبيفضلوا بقى يهتفوا له كمان وبيجروا وراه، وتشاو بقى بيجري معاه، لكن تشين بيمنعه وبيقول له لازم نلاقي ميلي وانجي الاول. فتشاو بيرفض بقى بيقول له هم هربوا من زمان، وبعدين احنا هنا بسبب خطة ميلو الغبية اصلا، انا خلاص ماليش دعوة بكم تاني وهتصرف بدماغه، وبيسيبه وبيمشي. وبيفضل تشين لوحده لحد ما شين بيجيله وبيقول له انت بتدور على ميلو، وبيعرفه انه كان محبوس مع بنتين كمان واحتمال يكونوا ماتوا. فتشين بيستغرب كده خصوصا لما بيعرف ان ميلو متلاعب بالدم، لكنه بيقرر يمشي ورا شين جايز يعني يلاقيهم، بس برضه بيكون خايف احسن يكون بيضحك عليه. وفجأة وهم ماشيين سوا بيوصلوا لجثث الوحوش اللي ياو قتلها كلها، وساعتها الوحوش كلها بتبدأ تتلاشى. ومش كده
كده وبس، ده تشين بيلاقي جسم غريب على شكل إنسان لونه أحمر، فبيمسكه. أول لما بيمسكه بيحس بإحساس غريب أكن التمثال ده بيبلعه ومش بيكون قادر يتحرك. شين بياخده منه وبيبدأ يبص فيه هو كمان وبيحس بإحساس غريب، لحد ما فجأة التمثال بيدوب حرفيا. فبيقول لتشين بقى إن ده تمثال كان معمول من الدم، وبيعرفوا كمان إنه هيساعده في إنه يلاقي ميلو. وبعدها بيتحركوا هما الاتنين لحد ما بيوصلوا للمكان اللي ميلو كان بيقتل فيه الوحش، وبدون أي مقدمات بيسمعوا صوته بيكون هيفجر راسهم هما الاتنين. فشين بقى بيحاول يعرف مصدر الصوت ده وبيفتح باب الغرفة اللي جنبها. في نفس الوقت ده ميلو كان لسه ماشي وبيكون لسه شايل إنجي، لكنه بيتعب فجأة بيحس إن اللي بيحصل ده بيحصل بسببه هو، وبتبدأ بقى تجيله نوبات هلع لحد ما بيلاقي في وحش قدامه كده، فبيتجنن وبيتحرك ناحية الوحش ده وبيطلع غضبه عليه وبيفضل يضرب فيه وبيمسكه وبيلزقه في الحيطة. وبعدها بيمسك صخرة كده وبيعجن دماغ الوحش بيها. بس للأسف وهو بيعمل كده في وحش تاني بيظهر وبيمسكها بسنانه، وميلو ساعتها مش بيقدر يلحقها لأن الوحش اللي كان بيضرب فيه من شوية صحي ومسكه. فبيفضل بقى يصرخ لحد ما بيغمى عليه. في نفس اللحظة دي لكن بره السجن بنشوف المحقق طلع كل أجهزة التصنت من الدمية وبيبدأ يشغل واحد منهم، وبيسمع بقى الرباعي إنجي وميلو وتشين وتشاو وهم بيتكلموا، وبيسمعهم بيتكلموا عن إن دار الأيتام في خطر لأن في حد عاوز يشتريها، وبسبب كده المدير اختفى والدار ما بقاش فيها فلوس، واللي عاوز يشتري الدار مش عاوز الدار نفسها، هو عاوز الأرض المبنية عليها الدار. وعلى الوضع ده كل الأيتام هيترموا في الشارع. علشان كده بقى ميلو بيخطط وبيعرف البنك اللي فيه فلوس الشركة اللي عاوزة تشتري الدار، فبالتالي بقى راحوا علشان يهجموا على البنك ده ويسرقوا الفلوس اللي فيه بحيث ينقذوا الدار والأيتام. في المجمل بقى بنرجع تاني لميلو اللي بيكون بيفوق دلوقتي وبيلاقي نفسه في حتة تانية وفي بنت صغيرة كده واقفة قدامه، فبيسألها هو فين بس مش بترد عليه وبتطلع تمشي، فبيطلع وراها. وساعتها بقى بيلاقي إنجي نايمة في الأرض وتشين قاعد حزين جنبها ومعاه شين. وتشين أول لما بيشوفه بيقوم وبيفضل يضرب فيها علشان معرفش يحمي إنجي، وبيفضل يعيط وهو بيقول له أنت مش قلت لي هتحميها ليه ما عملتش كده؟ فميلو اتعصب وضربه هو كمان وقال له أنا آسف ما كانش في دي حاجة أعملها. وفضلوا يطحنوا في بعض بوكس هنا على بوكس هنا، وفي الآخر يعني بيقعدوا يعيطوا هما الاتنين. وبعد يعني لما هديوا تشين قعد واتكلم مع ميلو وعرفوا إنهم يعني راحوا الغرفة اللي كان بيقاتل فيها الوحش، بس حصل لهم حاجة غريبة وحرفيا مش فاكرين أي حاجة من اللي حصلت. بعد كده قال لميلو هنعمل إيه دلوقتي؟ فميلو قال له وهو زعلان إنه ما يعرفش. فتشين قام علشان يمشي وعرفوا إنه هيروح يدور على تشاو. بعد كده شين سأله عن تشو لكن مش بيرد عليه، فشين بيفهم إنها ماتت فبيسيبه بقى وبيدخل لتشين اللي بيكون منهار من العياط لوحده. في الوقت ده البنت الصغيرة الغريبة دي بتروح وبتلحس خد إنجي وبتنام فوقها، وبعد شوية إنجي بتفتح عينيها وبتصحى. بعد كده بقى الكل بيناموا، فوقتها ميلو بيكون قاعد في الأرض غرقان في حزنه، فبيبدأ بقى يتخيل إن إنجي قامت وجات له وكده، بس بيلاقي نفسه بيتخيل لكنه بياخد باله إن الباب بتاع المكان بيتهز، فبيروح وبيفتحه وساعتها بيتصدم لما بيشوف إنجي واقفة بره وكمان بتتكلم معاه. ده غير تشين بيجي هو التاني وبيتصدم حرفيا لما بيشوفها ومش بيقدر يسيطر على نفسه، بيروح يحضنها وبيفضل يعيط. بعدها بياخدوها وبيدخلوا جوه من تاني. في الوقت ده شين بيكون مصدوم ومش مصدق ازاي انجي صحيت من الموت حرفيا، فانجي بقى بتستغرب من كلامهم وبتقول لهم انتوا فاكرين اني مت، وبتعرفهم برضو انها مش فاكره حاجه. فميلو بقى بيطلب منها تستريح بقى وما تضغطش على نفسها. بعد كده بتساله عن البنت الصغيره اللي كانت جنبها لما صحيت، فشين بيعرفها ان اسمها يايا، وحاليا يايا دي بقى بتظهر وبتقف تبص عليهم من فوق السطح. وعلى فكرة هي مش اسمها يايا، بس تشين بقى سماها يايا علشان مش بتتكلم وبتقول كلمة يايا بس، فقال لك يختصر بقى وكده. حاليا بيفضل تشين بقى يطلب منها تنزل لأنه خايف أحسن تقع، بس هي مش بترضى تسمع كلامه فبيزعلها، فبتتعصب هي كمان وبتنط عليه بالرجل وبتروح تستخبى ورا إنجي. بعدها تشين بيعرفوا إنهم لقوها لما كانوا بيدوروا عليهم، وبيقول له إحنا دخلنا الغرفة كده غريبة. فأول لما دخلوا يعني الغرفة دي لقوا تشوهات في الغرفة، وكمان في مادة غريبة كده بتدوب أي حاجة بتلمسها. ساعتها تشين بقى ما كانش مستحمل حاجة وعايز يخرج بسرعة لأنه دماغه هتتفجر من الصداع، لكن شين فضل يدور لحد ما لقوا البنت الصغيرة اللي اسمها يايا دي مغمى عليها على الأرض. فبسرعة بقى تشين بيشيلها وبيخرجوا بسرعة قبل ما الغرفة تدوب بيهم. فميلو ساعتها بيستغرب من الكلام ده كله وبيطلب بقى من تشين يوديه الغرفة الغريبة دي بسرعة. وعلى طول تاني يوم بقى تشين بياخده علشان يوصله للغرفة، وبيسأله هو ليه عاوز يروح الغرفة دي أصلا. فميلو بقى قال له مش انت قلت انك حسيت بصداع في راسك؟
وده نفس اللي حصل لنا لما وصلنا هنا وحسينا كلنا بالصداع ده. يبقى معنى كده ان يايا كانت لسه واصله اللاراوي زي اجسام الوحوش الغريبه دي اللي اتبعتت هنا. علشان كده انا عاوز اروح هناك، جايز نلاقي يعني طريق يخرجنا من هنا. فتشين بيقتنع بكلامه وبيكملوا هما الاتنين طريقهم. وفي نفس الوقت ده بقى شين كان قاعد مع انجي ويايا وبيفضلوا يتكلموا مع بعض لحد ما بتيجي سيره السلاسل اللي في الرقبه. فشين بقى بيروح بسرعه وبيمسك يايا من رقبتها وبيتصدم هو وانجي لانهم بيلاقوا ان العداد بتاع يايا 5 بس. بعد كده بنرجع لميلو وتشين بقى اللي بيكونوا وصلوا المبنى كده، وهناك لقوا في شويه سجناء بيدوروا على اسلحه فبيستخبوا هما الاتنين. في الوقت ده بقى انجي كانت بتتصل على ميلو في اللاسلكي وبتطلب منه يرجع بسرعه لان يايا العداد بتاعها 5. المشكله بقى انه مش بيلحق يرد عليها لان السجناء سمعوا صوت اللاسلكي وجم هجموا عليه. لكن بقى ميلو بيعرف تشين انه عنده خطه، هو بيستخدم قوته وبيختفي وبيظهر ورا السجناء وبيسلم نفسه هو وتشين وبيقول لهم احنا عايزين نساعدكم وعاوزينكم يعني تاخدونا الياو. وبالفعل السجناء بيوافقوا وبياخدوهم معاهم. وهم في الطريق بقى تشين بيسالوا عن خطته. فميلو قال له هو مش انت قلت ان ياو والعداد بتاعه زاد لما قتل وحوش؟ احنا هنعمل كده مع يايا بس لازم ناخد اسلحه من ياو الاول. والخطه دي مش بتعجب تشين فبيزعق له، وبسبب صوته العالي ده في وحشه كده كانت قريبه منهم وسمعتهم وجت وهجمت عليهم وقتلت السجين الاول والسجين التاني، وكانت هتقتل تشين برضه لكن ميلو انقذه بعجوبه. في نفس اللحظه دي في مكان ما بنشوف مجموعه من السجناء بيحاولوا يعني يقبضوا على وحش ويربطوه بسلاسل لكنهم مش بيقدروا عليه لانه بيكون قوي جدا. وبيبدا الوحش يهيج عليهم وبيجري على تشاوي اللي كان واقف معاهم وبيكون معاه سلاح، فبيبدا يضرب على الوحش رصاص بس مش بتاثر فيه فبيتجنن اكتر. وبعدها شويه من السجناء بيهربوا بسرعه. اما تشاوي بقى فبيعمر بندقيته علشان يكمل ويضرب على الوحش لكن مش بيلحق يعمل حاجه لانه بيلاقي الوحش في وشه وكان خلاص هيقتله. بس ميلو بيظهر من العدم وبينقذه وبعدها بيقول له انا مش عاوزك تقتل الوحش ده لاني محتاجك. فتشاو بقى بيتعصب عليه وبيقول له انت ازاي تتجرأ توريني وشك بعد اللي عملته ده؟ فميلو بقى بيسيبه وبيعرفه انه يفهمه كل حاجه بعدين. وبيروح هو يهجم على الوحش وبيستخدم قوته وبيقدر يضرب الوحش ويوقعه على الارض. والغريب ان الوحش ده بيتحول لطفل صغير بعدها. وبسبب اللي حصل ده تشاو بقى بيكون مصدوم لما بيعرف ان ميلو متلاعب بالدم. بعدها بيلاقي تشين جاي له بقى وبيقول له تعالى معانا انا وميلو، فبيزق ايده كده وبيعرفه انه مش ناوي يرجع معاهم. وبيروح لميلو وبيطلب منه يمشي من هنا. وحاليا يا زعيم بنعرف حاجه مهمه، بنعرف بقى ان تشاو يبقى قائد المساجين دول يعني. المهم انه بيتخانق مع ميلو وبيقول له يلا يمشي من هنا. فميلو بيتعصب وبيقول له احنا مش جايين علشانك اصلا، احنا بس جايين علشان نشوف القائد بتاعك. وسأل بقى المساجين ازاي الطفل ده اتحول لوحش كده، فعرفوه بقى انه كان معاه تمثال صغير كده احمر والتمثال ده دب في ايده وبعدها اتحول. فزعلوهم بقى وقال لهم اسكتوا وخدوهم يقابلوا القائد. وبالفعل هم رايحين عند القائد شين بدا يحكي لميلو انهم لقوا تمثال زي ده والتمثال ده في ايد شين وزي ما ده يعني في ايد الطفل. العبره ان في نفس الوقت ده بقى اللي حصل ده كان بدا ياثر بالفعل على شين وقوته بدات يحصل لها ايقاظ وفي كميه سيوف مهوله بتخرج من جسمه. ويايا وانجي بقى لما بيشوفوا عينه بيطلعوا يجروا منه وهو بيفضل يجري وراهم وبيهجم عليهم وحرفيا بيقطع المبنى كله لحتت صغيره. اما ميلو وتشين كانوا وصلوا عند ياو وحاليا واقفين بيتكلموا معاه. الصدمه هنا اللي البت تشو بتكون عايشه هي كمان، فميلو بيتصدم لما بيشوفها لكن ميلو مش بيهتم بيها قوي يعني. وبيقول لي ياو انت عارف ان العدد بيزيد لما بتقتل الوحوش وكل يوم العدد بتاعنا بيقل، يعني لو ما قتلناش الوحوش هنموت في الاخر. وبعرفوا كمان ان معاهم طفله صغيره كده مش بتعرف تقاتل والعداد بتاعها قليل جدا وبيطلب منه يديله اسلحه علشان يقدروا ينقذوا البنت دي. فياو بقى بيقعد يضحك عليه وبيقول له انت عاوز تمسك وحش وتخليها تقتله؟ وبيقوم بقى يوري له كميه الاسلحه اللي عنده وبيقول له الاسلحه دي مش ببلاش خد بالك. وبيطلب منه يقول له عن القوه بتاعته بس ميلو بيعتذر له وبيعرفه انه مش عارف عنها حاجات كتير للاسف. فبيضحك بقى وبيوري له بعدها شويه تشوهات في الجو وبيقول له ده حاجز اوري وعلشان نخرج لازم ندمرها وعلشان كده لازم تتعاون معايا. وبعدها بيمد ميلو ايده بس ميلو بيقول له انا اسف قوتي مش هتقدر تساعدك لانها مش مفيده. فياو بقى بيتضايق من كلامه ده وبيعرف ان ميلو مش عاوز يشتغل معاه فبيتجنن بقى وبيمسك ميلو ويزقه على الحاجز. فميلو بيستخدم قوته وبيتحرك بعيد عن الحاجز ده. فقوه ميلو دي بتعجب ياو جدا وبيقول له من الاخر كده بالقوه دي يا تبقى حليفي يا تبقى عدوي وبيهجم عليه. فميلو بقى بيستخدم قوته وبيهرب منه لكنه بيقدر يمسك ميلو وبيبهدله حرفيا. فميلو بقى بيزقه على الحاجز وبياخد تشين علشان يهرب. وقبل ما بيهرب بيحدف قنبله على المباني كلها وبيختفي من المكان كله وهو معاه شنطه الاسلحه.
بس للأسف بينسى اللاسلكي، واللاسلكي بيقع في ايد تشاو بقى وبيتصدم لما بيسمع منه صوت انجي. المهم ان حاليا ميلو وتشين هربوا الحمد لله، وبيطمنوا لما بيوصلوا المكان كده. فتشين بيقول له انت هربت ليه؟ فميلو قال له علشان انا رفضت الصفقة بتاعته. طبعا تشين بيستغرب من الكلام ده، هو بيقول له بعدها ليه؟ ده كان هيساعدنا نمسك وحش بسهولة. فميلو عرفه ان المشكلة مش في ياو، المشكلة في تشو، لانه شاكك انها متلاعبة بالدم هي كمان، وكمان بتعرف تقرا الافكار. فبيكون شايف انها خطيرة وعارف انها بتكرهه لانه سبق للوحش قبل كده. وكملوا بقى طريقهم، وفي الاثناء دي لكن بره السجن بنلاقي المحقق راكب العربية مع المساعد بتاعه، والمساعد بيقول له انه حقق في اسماء الناس اللي كانوا بيتبرعوا يعني للدار، ومن ضمن الناس دي لقى اسم شيمون ام ميلو. لكن الغريب انها بعد لما اختفت التبرعات كانت بتفضل تروح للدار كل شهر برضه، وكانت كمان بتحول فلوس من البنك لدار الايتام دايما باسم مزيف. المحقق بيستغرب قوي وبيسأل نفسه ايه بقى اللي خلى ال 15 شخص دول يموتوا، اكيد في حاجة غريبة بتحصل. بعدها بينزل من العربية علشان يشم شوية هوا، وحرفيا اول لما بيخرج من العربية بيلاقي ونش قد مقطوع على العربية وقتل المساعد بتاعه، وكمان في قناصة بتفضل تضرب عليه ضرب من بعيد. بس المحقق بيقدر يهرب منها وبيدخل يستخبى في شارع. ساعتها في 2 بيطاردوه وبيضربوا عليه نار، لكن الطلقة مش بتيجي فيه، وبيقدر يقتل ال2 كمان. وبيعرف بقى من البطايق بتاعتهم انهم من الوكالة. عامة هنرجع تاني للسجن. في الوقت ده بقى بنشوف انجي ويايا وبيكونوا مستخبيين من شين وجنانو، واثناء ما هم مستخبيين بيظهر وحوش كده وبتهجم عليهم، لكن شين بينقذهم وبيفضل يقتل في الوحوش دي زي المجنون. وهم بقى بيستغلوا الفرصة دي وبيهربوا. فبيحاول بقى ان هو يقطع الطريق على انجي ويايا. فانجي حاولت يعني ترجعه لعقله، لكنه كان هيقتلها لولا ان ميلو تدخل في اللحظة المناسبة وعلى طول اخده وطار بيه بعيد. وبيحاول بقى يخليه يرجع لعقله ويسيطر عليه، لكن بيفشل في كده. وشين بيخرج سيفه من جسمه وبيبعده بعيد، وبينزل بقى يجري وراه زي المجنون علشان يقتله. فميلو بيهرب منه، وبعدها بيطلب من تشين ياخد انجي ويايا ويهربوا من هنا. وبيكمل هو بقى هروب بقوته، لكن للاسف شين بيقدر يديله هجوم كده وبيجرحه وبيوقعه في الارض. فميلو بقى بيجمع قوته وبيقوم يمشي بالعافيه، وساعتها بيقدر يستدرك شين المكان اللي هو عاوزه. واول لما بيعمل كده بيصرخ بصوت عالي، وهوبا الوحش الغريب اللي في المبنى بيخرج على صوته وبيمسك شين وبيدخل بيه المبنى. على الناحية التانية بقى تشين كان بيعرف انجي بالخطة، وبيقول لها ان ميلو قال له ان في وحش كده مش بيقدر يخرج من المبنى، فاحنا بقى هنخلي يا تقتله وتحط متفجرات في المبنى علشان ينهار عليه ويموت. طبعا ميلو بيتكلم على الوحش اللي لسه واخد شين ودخل بيه المبنى. المشكلة بقى ان الخطة دي مش هتنفع، وده لان شين اتجنن خالص، وكمان طلع من المبنى وهو ماسك دراع الوحش ده. وساعتها بقى فعل قوته كلها وخرج سيوف من جسمه كله، وبدأ يرشق السيوف دي في الدراع ده لحد ما كسره خالص. وبسبب كده الوحش اللي كان في البيت بيخرج، وده شيء مش بيعجب ميلو لان الخطة كده هتبوظ. فبيروح بقى يحاول يمنع شين قبل ما يقتل الوحش ويبوظ الخطة، وبيبدأ بقى يشده بعيد، لكن شين بيتجنن وبيديله بالسيف. ده غير ان الوحش بيمسك ميلو وبيوقعه على الارض. ومش كده وبس، لا ده شين كمان بيهجم عليه هو والوحش بالسيف، لكن مفيش حاجة بتيجي فيه. وبيحاول ميلو يطعنه بالسيف، لكن السيف بتاعه بيتكسر، وده لان جسم شين اتحول لمعدن اصلا وكسر السيف. ساعتها ميلو بيلاحظ ان على المعدل ده شين ممكن يقتل الوحش، فبتجيله فكرة كده وراح يمسك ايد الوحش اللي اتقطعت وبيرميها قدام شين اللي بيفضل يقطع فيها زي المجنون. بعد كده ميلو بيستغل الفرصة وبيضربه بالركبة في وشه لحد ما بيقع على الأرض. والوحش بقى بيبدأ يخاف من الجنان اللي هو شايفه ده، فبيرجع المبنى من تاني. فميلو بقى بيفرح قوي، بس فرحته دي مش بتطول لأن شين عمال يهجم عليه. انجي بقى بتكون واقفة بعيد ومتابعة كل ده، وبتبدأ تقلق على ميلو وبتحاول تساعده. فبتلفت انتباه شين شوية وبتبدأ بقى تنادى عليه، فبيبدأ ياخد باله منها، وساعتها بيجري علشان يهجم عليها. لكن تشين بيظهر فجأة وبيزقها وبياخد الهجوم مكانها في كتفه، وبيطلب منها تاخد يايا وتهرب من هنا بسرعة. في الوقت ده بقى شين بيسيب السيف في كتفه وبيمسك السيف التاني وخلاص هيديله بيه في نص دماغه، بس الحمد لله ميلو بيمسك شين وبيهرب بيه بعيد، وبيقول لهم اهربوا انتوا بقى، وبيقعد هو يقاتل في شين. فتشين بقى بيقول لها هو عاوزنا نهرب لانه ناوي يقاتل شين لحد ما حد فيهم يموت، فبينصحها بقى ان هم لازم يهربوا من هنا. لكن طبعا هي بترفض تعمل كده وبتزعق له لانها مش عاوزة تسيبه لوحده.
يساعدوا. وفي وسط كلامهم ده يايا بتيجي بشنطة القنابل وبترميها قدامهم، فانجي لما بتاخد بالها بتقول لها احنا هنستخدم القنابل دي على شين، فبيلطشها بالقلم على وشها وبيقول لها لو عملنا كده الهجوم هيسيب ميلو برضه، فبدل ما نموت كلنا هو بيقاتل عشان ينقذنا فلازم احنا نهرب. لكن انجي بترفض برضه، بتعرفه يعني انها هتساعده. الوقت ده ميلو كان لسه بيقاتل شين وحرفيا مش قادر عليه وعمال يهرب منه، فساعتها انجي بتيجي وبتنادي عليه وهي ماسكه قنبله، فميلو بياخد باله منها وبتجيله فكره كده وبيقول لها بصوت عالي احدفي القنبله ناحيه اليمين، وهوب بيستخدم قوته وبينقل نفسه ناحيه اليمين. بعدها انجي بتحدف القنبله زي ما هو قال لها، وبيرجع ميلو يستخدم قوته تاني وبيخلي القنبله تروح ناحيه شين. لكن شين بيطلع ذكي برضه وبيرد بقى القنبله على ميلو بالسيف بتاعه، والقنبله بترجع تنزل على ميلو وخلاص بتكون على وشك الانفجار فيه. بس قبل ما تتفجر فيه امه بترجع تظهر له من تاني وبتحميه بطريقه ما كده، بترجع القنبله لشين وبتنفجر في وشه. هو بسبب الانفجار ده ميلو وشين بيفقدوا الوعي، وانجي بتروح تعيط جنب ميلو لانه فقد الوعي وحالته خطيره. بعدها بتتصدم لما بتلاقي شين فاق وبيقرب عليهم هما الاتنين، فبتقوم بقى وبتمسك السيف وبتقف علشان تحمي ميلو. بس لما شين بيقرب منها علشان تضربه بالسيف، ميلو بيقوم وبيمسكها وبيمنعها تعمل كده وبيقول لها شين خلاص بقى كويس. بعد كده شين بيقوم عليه من تاني وبيفضل ميلو بقى يشكرها علشان انقذته، وهي بتفضل تعيط يعني الرقيقه وكده. المهم بعد شويه بيروحوا يقعدوا في مكان ما، فوقتها تشين بيكون خايف من شين احسن لما يفوق من تاني يتجنن وبيكون عاوز يعني يربطه. بس ميلو بيطمنه وانجي بتكون زعلانه وبتقول لهم يعني انا اسفه علشان عرضتكم كلكم للخطر. فميلو بيقول لها انت اللي انقذتينا انا وشين، وقرار انك ما تهربيش ده احسن قرار. فتشين يعني بيحس ان الكلام ده رايح عليه من الاخر علشان كان عاوز يهرب، فراح قال لميلو انا ما كنتش ههرب لو ما كنتش مصاب يعني وانجي كانت معايا. فميلو بيقول له يا عم لا بس انا هعتمد عليك المره الجايه ما تقلقش. بعد كده بقى بياخد اللاسلكي من انجي علشان يعني هيستخدمه في تفعيل المتفجرات، وبيجهز المتفجرات كلها، وبيطلب بقى من انجي تخلي يايا تفعل المتفجرات في الثانيه 12 بالظبط، وبيقوم هو بقى علشان ينصب المتفجرات. طبعا الباقي بيخرجوا بره المبنى لحد ما ميلو يخلص، وانجي بتكون قلقانه عليه وبتزعل برضه لانها يعني شايفه انه ما عملش حاجه مفيده خالص لحد دلوقتي. وفجاه بتلاقي الصخره اللي جنب رجليها بتتحرك لوحدها، فبتستغرب من كده وبتجرب تحرك هي الصخره دي، وفعلا بتقدر تحركها فبتتصدم. الوقت ده ميلو كان بيوزع القنابل في كل مكان في المبنى، وبعد لما بيعمل كده بيلاقي في مكتبه كده فيها كتب وكمان جثه لشخص ميت، وبيلاحظ ان الجثه دي مش لابسه سلسله، فبيسال نفسه لو ان ده كان واحد من سكان المنطقه. فعشان يعرف اجابه السؤال ده بيكمل بحث في المكتبه دي لحد ما بيلاقي سلسله كده، فبيمسكها وهو مصدوم وبيفتكر زمان لما كان بيعمل تحليل، وساعتها زوي بتقف تتكلم معاه وبتديله السلسله دي كهديه لعيد ميلاده. فبيتجنن وبيكون عاوز يعرف السلسله دي بتعمل ايه هنا، وبيبدا يفتش في اي حاجه قدامه لحد ما بيلاقي مذكرات كده مكتوب فيها احنا لقينا كهف وكان في حشرات كتير قوي، فالعلماء افتكروا انهم يقدروا يتحكموا فيهم. بس الوضع باظ بقى وبيزيد للأسوأ، علشان كده قررنا نتخلى عن الخطه الاولى وننتقل للخطه الثانيه، والخطه دي صعبه جدا وهنحتاج نجيب ناس كتير لاروي. وبيلاقي كلمه سر كده فميلو بيتصدم من الكلام ده وبيفهم انهم هنا بسبب كده، وعلى طول بيعمل استدعاء للنظام وبيكتب فيه كلمه السر دي وبيطلب منه يقول له ايه هي الخطه الثانيه. فالنظام بيبدا يعرض له صور لاطفال الخطه الثانيه، وبيلاقي بقى انجي من ضمن الاطفال دول، فساعتها بيطلب من النظام يدخل على وحده البحث المتقدمه. فبيبدا بقى يشوف الوكاله وبيشوفهم وهما بيعملوا العقار، وكمان بيشوف بقى صوره ليه وهو وامه وابوه، ومش بيلحق يكمل لان في وحش كده بيظهر وبيهجم عليه. فميلو بيحاول ياخد القنابل الباقيه علشان يهرب، بس للاسف السقف بيقع بيه هو والوحش، لكنه بيعرف يستخدم القوه بتاعته وبيقدر يهرب. وحاليا بقى بيكمل نصب في القنابل، بس في وحش كده تاني بيهجم عليه وبيمسكه ومش بيلحق ياكله لان في وحش تاني برضه بيظهر وبيجي يبدا يتخانق مع الوحش ده على اللي ياكل ميلو يعني. في اللحظه دي بقى انجي بتدخل المبنى وبتستخدم قوتها الجديده وبتنقذه، وبتكتف بقى حركه الوحش وبتوفر لميلو وقت علشان يكمل نصب في القنابل. بس المشكله هنا ان الوحش بيرجع يهجم عليهم، فميلو بيمسكها يعني وبيجري بيها. في اللحظه دي برضه بنلاقي عربيات رجاله ياو وصلوا عند المبنى، وبيكون معاهم القائد بتاعهم تشاو اللي بيستغرب اول لما بيشوف يعني تشين. فتشاو بقى بيساله فين ميلو وانجي، فتشين مش بيرد عليه لان حاليا ميلو وانجي بيخرجوا من المبنى. وعلى طول انجي بقى بتجري وبتستخدم قوتها من تاني وبتستخدمها على الوحش علشان تحبسه جوه المبنى، واول لما بتعمل كده تشين بيهجم على تشاو وبعدها بيوقعوا في الارض. وساعتها بقى بيطلب من يايا تاخد مشغل القنابل علشان تشغل القنابل بسرعه، لان حاليا انجي اتجننت هي كمان
والقوة بدأت تسيطر عليها. في العموم بقى يايا بتاخد منه المشغل وبتشغل القنابل من غير تفكير، والقنابل بقى بتنفجر والحمد لله الوحش بيموت، والعداد بتاع يايا بيزيد من 5 ل 55. المشكلة بقى إن بسبب الانفجار ميلو بيغمى عليه، وإنجي بتروح علشان تطمن عليه، فتشاو بيرفع سلاح عليها وبيقول لها أنت اللي قتلتيهم، أنت اللي قتلت ال 15 شخص بسبب ظلك ده. وبيفتكر بقى إنه لما كان في البنك لما كانت بقى إنجي بتدافع عن الطفل الصغير شاف ظلها، لكن إنجي مش بتكون فاكرة ولا فاهمة أي حاجة. وفجأة الحواجز بتبدأ تظهر في المكان وبتخرج منها وحوش، فتشاو بقى ساعتها بيتجنن وبيجري على إنجي وبياخدها، وبيجري بقى وبيسيب ميلو لوحده قدام الوحوش. طبعا ميلو مغمى عليه وبكده هيموت، بس لأ مش بيموت لأن شين كان فاه هو التاني، وبعدها انقذه وبدأ يقتل في الوحوش وينقذ فيه، لكنه بيكون مجهد أصلا ومش قادر، وبيقتل في الوحوش بقى على قد ما يقدر. وبسبب إن عدد الوحوش كبير للأسف دراعه يعني بيتقطع، وبيضحي بيه علشان ينقذ ميلو، وبيستعدوا علشان يهربوا، بس الوحوش بقى بتحاصرهم من كل حتة، ووحش منهم بيهجم على تشاو بيكون هيقتله، فياو بقى بيجي هو ورجالته بينقذوا الموقف، وبيبدأوا يعني يقتلوا في الوحوش ويولعوا فيهم. بعد كده ياو بقى لما بيشوف شين وبيشوف دراعه مقطوع بيتجنن، وبيتجنن اكتر بقى لما بيلاقي ميلو واقع في الارض، فبيفتكر انه مات يعني، فبيتعصب ويضربه بالرجل، وبيمسك شين بقى من رقبته وبيقول لهم انتوا خيبتوا ظني، وبيحاول بقى يقتل شين على طول. فانجي بقى ساعتها بتاخد بالها وبتستخدم قوتها وبتكتفه بالظل لحد ما بيظهر تنين ضخم في المكان وبيحاول يهجم على ياو بقى بقوته الجبارة بيفك نفسه من الظل بتاع انجي، وبيدي بقى للتنين ضربة واحدة وبيخلص عليه. والغريب بقى ان بيظهر شخص في قلب التنين ده، والشخصية دي بتكون زوي. ولحد هنا ويكون خلص الانمي. عارف ان هي غريبة شوية، بس يلا ما تنساش بقى اللايك والشير والكومنتات بقى وبتاع والحاجات دي الحلوة ديت. وبس كده، سلام.